تنهي النزاعات بين أطراف البيت العربي، بدءا من لبنان. وبشار الأسد شو كان بده؟ كان بده يغدر بالسعودية وبمبادرتها وبدورها ويقضي على الحريرية الوطنية بلبنان. هذا اللي كان بده إياه. وأنا المسؤول عن تداعيات السين على 14 آذار واهتزاز الثقة بين الحلفاء، لأني قبلت امشي بهالمسار للآخر. تعرفوا ليش؟ لا أكشف بالنهاية لكل الأشقاء والأصدقاء إنه بشار الأسد دكتور بتقديم الوعود الكاذبة، وبده هو وحلفائه يختالوني سياسيا إذا مش قادرين يعملوا معي مثل اللي عملوه برفيق الحريري جسديا. تذكروا بوقتها مش بس السعودية، أوباما وساركوزي وحسني مبارك وأمير قطر أردوغان كلهم أولا واحدا كانوا عم يقولوا لي يا سعد، ولو بتخلي كبريائك وكرامتك ومشاعرك الشخصية توقف بوجه وعود بشار الأسد لنا إنه حينفصل عن إيران ويرجع للحضن العربي. يومتها والحمد لله إنه معظمهم بعدهم مشهود. قلت لهم طيب أنا رايح على سوريا عند بشار، بس لا تشوفوا إنه هيدا المجرم أكبر كذاب. وبتعرفوا شو؟ تقريبا كلهم، وفي ناس قاعدين معنا اليوم كانوا شهود، رجعوا قالوا لي والله كان معك حق يا سعد، يا ريتنا سمعنا لك. شو بستفيد انا؟